قلت لك أنا أنتظر طبعًا قرار إخواني في لجنة الانضباط والاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق المعطيات اللي أنا شرحتها واستئنافي على القرار، وفق ثغرات قانونية، ووفق ما تم الاعتماد عليه. بالتأكيد أنا أحترمهم واحترم قرارهم واحترم الأعضاء الموجودين فيه، لكن إذا الاستئناف لم يؤدي لنتيجة على أقل تقدير مرضية لي في ظل الظروف الحالية أيضًا في نادي النصر، بالتأكيد أنا سأستأذن الاتحاد السعودي، استأذن سمو سيدي الأمير نواف بن فيصل، ألجأ إلى الاتحاد الآسيوي، لأنه هذا الموضوع إذا قبلت فيه. وأعطيك مثال بسيط، يعطيك مثال بسيط. الأستاذ سلمان القريني طرد في مباراة الفيصلي، وفي لجنة في اجتماع ثلاثية الحكام طبعا وقف مباراة وغرامة. في اجتماع لجنة الحكام تم الاعتراف بأنه لا يستحق الطرد ولا يستحق الإيقاف، لكنه في الأخير هو دفع 10,000 ريال ودفع غرامة ووقف مباراة. فإذا أنا بيحصل لي نفس الشيء بالتأكيد سألجأ إلى الاتحاد الآسيوي إلى آخر يوم لي في الوسط الرياضي. طبعا أنا ما أدري والله إيش نوايا الناس، لكن أنا اللي سمعته يعني وما في شك إنه زعلني، وبالذات يعني إنه الأخ سعد يعني زي ما ذكرت في المؤتمر إنه لاعب يعشق جمهور النصر ولاعب من ابناء نادي النصر وتدرج وله مكانته وله قيمته ولاعب خلوق ولاعب مثقف ولاعب واعي ولاعب انا احترمه كما يحترمون اللاعبين، لكنه نادي النصر بيئه جاذبه وبيئه فيها اجواء صحيه، بدليل انها خرجته وخلته يروح لنادي شقيق كالهلال، وانتجت لاعبين كبار زي توفيق وماجد ويوسف ومحيسن وصالح المطلق وغيرهم من نجوم النصر. نادي النصر طبعا هو يعني يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وجمهور الشمس غني عن التعريف بالوفاء والإخلاص، صفق لسعد كثيرا. كنت أنتظر من الأخ سعد أن يشكر الأيام الحلوة والجميلة اللي كانت في البيت النصراوي. بالتأكيد أبناء النصر وأنا أحدهم فخورين بأننا ننتمي لهذا الكيان، سندافع عن هذا الكيان، سنقف مع هذا الكيان حتى يبقى كبيرا كما كان. أنا أؤمن إيمان كامل أن النصر عملاقا، يعني مهما قلتم فالنصر عملاق أصيل. من يعني سيد كوستا تحدث وجد كل البيئة، يعطي مستحقاته، سكن في أحسن كومباوند في الرياض، مرتباته الشهرية كان يستلمها يعني شهريا، وكان يستلمها كاش، وكان حريص أنه يستلمها كاش. والآن احنا وياه طبعا أعطي مقدم عقد خيالي من أغلى المدربين، راتب شهري، ومن أغلى المدربين مقدم عقد، وهذا موجود بالأوراق. الأسماء اللي تحدث عنها غير صحيح إطلاقا، انه كان يملى عليه لاعبين او كان يناقش. انا كنت موجود، بدليل انه خالد الغامدي كان هو يعني لا يرغب في خالد الغامدي انه يكون موجود في ال11، وراهنت عليه واصريت عليه. والدليل مباراتنا مع الفتح بعد تسجيل الهدف الاول لما جاء وعانقني. وامور كثيره موثقه عندي بتقاريرها الفنيه وتقرير مساعديه، بنطلعها للاعلام بعد ما نتلقى اجابته حول ما ذكر.